السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من خطين حمر، والحلقة رقم 71. حقيقة عندنا مجموعة من الفيديوهات المهمة كالعادة. أكيد هيبقى معانا عادل القيعي وإبراهيم المنيسي والفلقسة، ومعانا مجموعة من الفيديوهات الحقيقة اللي تحتاج الرد عليها يعني. فهبدأ مع حضراتكم على طول بالدخلة اللي كلنا بنحبها، دخلة عدل القيعي. تعالوا نسمع مع بعض كده بداية الحلقة، وهو طبعا بيدخل في الموضوع على طول، وأنا بحب الدخلة دي الصراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك كتابه. أهلا يا عبدول. اسمع كلامك عايز اصدقك، يا سيدي. اشوف امورك احمد ربنا. ابراهيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه. حلقه إبراهيم. النهارده 955. المهندس عادل انا مش عارف هو بيسمع كلامه ومصدقه ولا عايز تستعجل. ناس كلها بتتكلم في الصح اه اه وبتقاوم تنفيذه. انا اتكلم في الصح وتقاوم تنفيذه. كومبليتلي اه بالعكس يا وضع الكومبليتلي. بتتحالف عشان ما يتنفذش. نشتكي من التحكيم المصري، لا. اما يجي الاجنبي، لا. بقى انا تعبان وزي ما بتاجلوليش وانا بلعب، طب ناجل ونجيب لك تحكيم اجنبي، لا. طيب، مش عارف الكاس يتلعب امتى. كان السنه اللي فاتت هرينا بتاجلوا ليه؟ والاهلي مش بيمثل مصر، بيمثل نفسه. دلوقتي سبحان الله بيراميد بيمثل مصر، ولازم كلنا اهلاويه وزملكاويه نروح نشجعه، ولازم ناجل له ولازم نريحه، لدرجه ان الزمالك اللي من مصلحته يروح يلعبه في توقيت معين، لا اجل. يا أخي إن لم تستحي فافعل ما شئت. وعدل القيعي وإبراهيم المنيسي والله ما بيستحوا. ليه بقى؟ عدل القيعي وإبراهيم المنيسي بيتكلموا عن تأجيل مباراة الكاس، يعني انه قبل كده كان بيتقال انه الاهلي بيمثل مصر، فكانوا يطلعوا يقولوا الاهلي بيمثل نفسه، فيما معناه يعني انه بيراميدز اهو بيتساعد اهو وبيتأجل له اهو. انا بس عايز احط حضراتكم في الصورة. بيراميدز عنده نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراة الذهاب في بريتوريا يوم 24/5، ومباراة العودة في القاهرة يوم 31/5. بيراميدز عنده مباراة مع سيراميكا كيلوباترا يوم 28/5 بين مباراتي الذهاب والعودة في نهائي البطولة. بيراميدز تقدم بطلب لتأجيل مباراة سيراميكا كيلوباترا، رابطة الأندية الملاكي رفضت، متحججة ومتعللة بانه الجدول مزنوق والدنيا مزنوقه وعايزين ننهي الموسم. ليه عايزين ننهي الموسم؟ لانه النانوس عنده نهائي، عنده ماتشات في كاس العالم للانديه، فعايزين ننجز بقى ونلعب الكاس يوم 20، والولا سارقين لاعب عايزينه يشارك مع الاهلي في كاس العالم للانديه، عايزين ننهي الموسم ده. النانوس اللي على مدار الخمس سنين اللي فاتوا بيوصل لنهائي البطولة. فأنا جبت لكم تاريخ النانوس. المباراة يوم 20 قبل مباراة النهائي ب3 أيام لفرقة مسافرة بره في آخر القارة في جنوب أفريقيا في بريتوريا، وعدل القيعي وإبراهيم المنيسي عايزين النهائي يتلعب يوم 20 وإلا يبقى مجاملة لبيراميدز. تعالوا مع بعض بقى نقرأ التاريخ. في التاريخ بيقول إنه النادي الأهلي السنة اللي فاتت لعب مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي يوم 18/5/2024، ولعب العودة يوم 25/5/2024، وما لعبش أي مباراة بينهم، بين المباراتي الذهاب والعودة مباريات النهائي. مش بس النهائي، ده النادي الأهلي آخر مباراة لعبها قبل المباراة النهائية اللي هي يوم 18 كانت يوم 11/5/2024 أمام بلدية المحلة، قبل أسبوع كامل من المباراة النهائية.
قبل قد ايه؟ قبل اسبوع كامل. فتأجيل مباراة بيراميدز من يوم 20 حقه. مش بس كده، ده في مباراة قبل النهائي النادي الاهلي لعب امام مازيمبي يوم 20/4/2024 مباراة الذهاب، والعودة يوم 26/4/2024، وما لعبش ما بينهم اي مباراة. ودي مباراة قبل النهائي اللي هو صعد بيها طبعا بالتحكيم بلمسة اليد، الهدف اللي اتلغى المازيمبي ده. والله ما هو قبل النهائي بس، ربع النهائي كمان دور الثمانية امام سيمبا الاهلي لعب يوم 29/3 مباراة الذهاب، ومباراة العودة يوم 5/4/2024. يعني ريح 29 30 31 1 2 3 4 اسبوع كامل، ولعب يوم 5. ده البطولة اللي فاتت. البطولة اللي قبليها نهائي 2023 امام الوداد المغربي، الذهاب كان يوم 4/6/2023، والعودة كانت بعدها باسبوع يوم 11/6/2023. والاهلي لم يلعب اي مباراة في النص زي ما بيراميدز هيلعب. مش بس كده، اخر مباراة لعبها الاهلي، انا بجيب لك دايما اخر مباراة قبل المباراة النهائية اتلعبت امتى، مع سيراميكا كليوباترا يوم 29/5/2023، قبل اسبوع كامل من مباراة الذهاب اللي كانت يوم 4/6/2023. مارس كان مايو 31 يوم، يعني 29 30 31 1 2 3 4. في نصف نهائي البطولة اللي قبل اللي فاتت لعب أمام الترجي يوم 12/5/2023 مباراة الذهاب، ولعب العودة يوم 19/5/2023، أسبوع ما بين المباراتين ملعبش النادي الأهلي أي مباراة. في ربع النهائي أمام الرجاء المغربي لعب يوم 22/4/2023، والعودة يوم 29/4/2023، أسبوع كامل ملعبش أي مباراة في النص. ده التاريخ يا عدلي. 2022 و2021 و2020 أقيم النهائي من مباراة واحدة. في 2022 قبل نهائي الوداد آخر مباراة لعبها الأهلي، النهائي كان يوم 30/5/2022 في المغرب. آخر مباراة لعبها الأهلي مع إنبي يوم 21/5/2022، قبل 9 أيام كاملة من المباراة النهائية، لأنه كان معترض والجواب ومش الجواب والحقونا وهنلعب في المغرب وفاكرين احنا الأحداث دي. نهائي كايزر تشيفز 2021 اتلعب يوم 17/7/2021. آخر مباراة الأهلي لعبها يوم 10/7/2021 أمام مصر المقصة، قبل أسبوع كامل. 2020 طبعا مباراة القرن. 2019 طبعا كان كورونا وتأجلت أكتر من مرة واتلعبت لوحدها أصلا، نهائي القرن 2020. 2019 طبعا كان الخماسية الشهيرة. 2018 نهائي الترجي الشهير بتاع اضرب يا بدري، اتلعب الذهاب يوم 2/11/2018، والعودة اتلعبت يوم 9/11/2018. بعد اسبوع كامل مفيش اي مباراة اتلعبت ما بينهم. نصف النهائي مع وفاق سطيف اتلعب نصف نهائي 2018، بكلمك من 7 سنين. نصف نهائي 2018 مع وفاق سطيف اتلعب يوم 2/10/2018، العودة كانت 23/10/2018، كان فرق 21 يوم، 3 أسابيع، ما كانوش بيعملوا فرق أسبوع يعني. بس قبل مباراة العودة آخر مباراة لعبها الأهلي قبل مباراة العودة يوم 23/10 كانت يوم 10/10/2018 مع الترسانة في كاس مصر، وكسب الأهلي 3-2 قبل 13 يوم كاملين من مباراة العودة. ربع النهائي امام حورية الغيني لعب الذهاب يوم 14/9/2018، والعودة يوم 22/9/2018، وفرقة سهلة وفرقة في المتناول وفي ربع النهائي، بس ما تلعبش اي مباراة في المنتصف وما بينهم اسبوع برضه. طيب
نهائي الوداد 2017 بتاع أشرف بن شرقي اتلعب يوم 18/10/2017، والعودة اتلعبت يوم 4/11/2017، ما بينهم أسبوع كامل. نادي الأهلي برضه 10/31 يوم ما لعبش أي مباراة في النص. نص النهائي الأهلي لعب أمام النجم الساحلي يوم 1/10/2017، والعودة كانت 22/10/2017. كان دايما ما بين مباراتي نص النهائي يعني 3 أسابيع. آخر مباراة لعبها الأهلي قبل مباراة العودة يوم 22 مع الرجاء المطروحي يوم 16/10/2017. ربع النهائي في 2017 الأهلي لعب أمام الترجي في الذهاب يوم 16/9/2017، والعودة يوم 23/9/2017. ربع نهائي بطولة من 2017، من 8 سنين ربع نهائي ما لعبش الأهلي في المنتصف أي مباراة في ربع النهائي، والفرق ما بين المباراتين أسبوع. ده التاريخ، ده التاريخ يا عدلي. لأول مرة وفي مباراة نهائية وفريق مصري هيلعب بين مباراتي النهائي، هيكون نادي بيراميدز هيلعب يوم 24 الذهاب، ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، اللي هو بيتفاخر إن في آخر 5 سنين لعب 5 نهائيات، وفي آخر 8 سنين لعب مش عارف 7 نهائيات. عرفت ليه بقى انت بتوصل للنهائي؟ مش بقول لك ده، انت مش هقول لك انت بتلعب مباراة ما بين مباراتي الذهاب والعودة بتوع النهائي، ده تبقى جريمة. ده انت في مباراة نص النهائي ما حصلتش في تاريخك ان انت لعبت ما بين ماتشين نص نهائي. ده انت في مباراة ربع النهائي يا راجل، دور الثمانية يا راجل، دور الثمانية يا راجل، بقالك 8 سنين ما لعبتش مباراة انا نسيت اجيب لكم دور الثمانية في 2019 اللي هم طلعوا منه قدام صن داونز 5-0. اكيد ما لعبوش بعد الخمسة، حتى لو كان في حاجة كان زمانها اتأجلت يعني. 8 سنين مباراة ربع النهائي، مش نهائي البطولة، ربع النهائي يا اخي. مفيش مباراة اتحطت لك ما بين لقائي الذهاب والعودة. هو ده التاريخ يا عدلي، هو ده التاريخ يا ننوس. واللي حاصل السنة دي برضه، والضغط اللي حاصل السنة دي برضه بسببك يا ننوس، عشان راح تشارك في كأس العالم للأندية. عرفت انت بتاخد البطولات ازاي؟ عرفت انت بتشارك في كأس العالم للأندية ليه؟ عرفت انت النادي المصري الوحيد ليه اللي شارك في كأس العالم للأندية؟ عشان عندك منظومة وعندك ادوات وعندك دنيا. ده الدنيا قايمه ومش قاعده عشان لاعب اتسرق من ناديه وماشي من ناديه وتعاقده شغال وراح السفاره بيطلع تأشيرة الذهاب لامريكا عشان يلعب معاك في كاس العالم. لا، والاعلام كله قايم عشان تأجيل مباراة نهائي الكاس وتأجيل الموسم. عايزين نلحق الواد يروح ويشارك. هتفضل طول عمرها دولتك ومنظومتك، وهتفضل طول عمرك ننوس. وهو ده التاريخ يا ننوس، يا ننوس عين الدولة، يا نادي الدولة، يا اللي عدلي انت نفسك قلت بلسانك هو نادي الدولة، نادي الدولة، هو نادي الدولة. مفيش ماتش يا اخي في ربع نهائي من 8 سنين، مفيش مباراة تتلعب في نص الماتشين. وعايز بيراميدز يلعب النهائي، وهيلعب نهائي البطولة، وهيتكتب في التاريخ انه بيراميدز لعب نهائي دوري ابطال افريقيا ولعب بين الماتشين. وهنيجي السنة الجاية ولا السنة اللي بعدها ولا السنة اللي بعدها اما توصل للنهائي ايه؟ اما توصل لربع النهائي مش هيلعبوك بين الماتشين، حتى لو الدنيا هتتهد، حتى لو الموسم هيتأجل، حتى لو الموسم هيتلغي. عرفت انت بتاخد بطولاتك ازاي ولا ما عرفتش يا عدلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ناس كلها بتتكلم في الصح. النبي لا.
بتأجلوا ليه؟ والاهلي مش بيمثل مصر، بيمثل نفسه. دلوقتي سبحان الله بيراميد بيمثل مصر، ولازم كلنا اهلاويه وزملكاويه نروح نشجعه، ولازم نأجل له ولازم نريحه، لدرجه ان الزمالك اللي من مصلحته يروح. شوف البجاحه، والله ان لم تستحي فافعل ما شئت. لازم نأجله ولازم نريحه، وانت كانوا بيعملوا معاك ايه؟ يا نهار اسود. يلعبوا في توقيع. على فكره اللائحه اللي عمرها ما اتطبقت على الننوس بتقول ان المباراه تتأجل اصلا. اللي هيلعب خارج ملعبه يوم 24 لازم يريح قبلها ب5 ايام، والمباراه يوم 20 في توقيت معين. لا اجل. مثل هذه التحالفات في اي حته في العالم ليها اسم. لكن عندنا بيسموها بقى روح رياضيه وتقدير موقف فاسمع كلامك ببقى عايز اصدقه، لان يا ريت يتنفذ اللعب المالي النظيف. العداله، اعطونا العداله. اللي صرف 2 مليار على صفقات كاس العالم للانديه بيتكلم على اللعب المالي النظيف. ده انت لسه دافع 10 مليون دولار في محمد علي بن رمضان. واللي اهي الناس في ذمه الله واللي عدلي اللي بعده. مش علاء. اولا يا كابتن حضرتك بتتكلم على المنافسه. الزمالك عمره ما كان منافس. الزمالك منافس عالميا فقط على إيه؟ الدوري. الزمالك بالنسبه للمنافسه الدوري الزمالك منافس عالميا فقط. ده الاستاذ علاء اجزخانه. عارفين اجزخانه فيلم بوحه؟ هو المعلم فالنتينو موجود؟ هو قاعد جوه اهو مع اهله. طب بقول له اجزخانه عدى عليك وساب لك يلا يا عم، يلا يا عم، ناقصين لبخه في الكلام. استاذ علاء اجزخانه، انا عايز اكشف لكم، انا صارحكم والله صارحكم. يعني انا في الفيديوهات اللي انا بحطها دي عشان الريبورتات والحاجات دي يعني، وما يبلغوش وحقوق الملكيه والمحتوى والكلام ده، فانا بسرع الفيديوهات. يعني بسرع الفيديو في برنامج كده بيسرع الفيديو يعني، فانا بستخدمه. الفيديو الوحيد اللي انا يعني انا بسرع دايما على 125 او 130%. انا بصارحكم يعني. الفيديو الوحيد اللي لازم يبقى اقل من 120 وساعات 110% هو فيديوهات الاستاذ علاء اجزخانه، لان هو اصلا سريع له. هو المحل موجود. الزمالك مش منافس للاهلي غير العالميه بس. يا اجزخانه، يا اجزخانه مش منافس ازاي بس يا اجزخانه. وبرضه هعترف لكم، وانا اعترفت كتير، انا بحب الاستاذ علاء اجزخانه جدا جدا والله. بيضحكني موتني. يا اجزخانه انت بقالك اكتر من سنتين ما كسبتنيش يا اجزخانه. انا اخر نهائي بطوله اتقابلنا فيها يا اجزخانه في نهائي القرن، نهائي سوبر القرن، دايس على وشك بناصر منسي يا اجزخانه. السوبر طبعا المصري اللي انت خدته بالتحكيم ده مش حاسبينه. اخر مباراه في الدوري تعادلين 1-1 وانا لسه بمدرب كفتاجي جاي اول امبارح. المباراه اللي قبلها انت منسحب من قدامي، واخر مباراه انت انسحبت واللي قبلها تعادلنا، واللي قبلها سيف الجزيري عملها معاك 2-1. فانت بقالك سنتين مش عارف تكسبنا يا اجزخانه، بكل الصرف وبكل الصفقات وبكل الملايين وبكل الاستقرار، وانا عندي شويه خونه متواطئين شغالين تحت رجلك وتحت رجل ادارتك، ومش عارف تكسبنا يا اجزخانه. مش عارف تكسبني بناصر منسي وموتيابا بالعيال ده يا اجزخانه. قال مش منافس يعني. منافس في الفضائيات ووسائل الاعلام، لكن على ارض الملعب على ارض الملعب مش موجود. بعد اذن حضرتك، لا معلش، بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، يا الزمالك اللي كانوا يا واحده، يا اسلام دي واحده بس، يا اسلام دي واحده اخر 2 دوري. سيبه بس يا اسلام يا اخي، سيبه يا اسلام. استاذ علاء بعد اذنك، بعد اسلام بعد اذنك انا هسالك وحضرتك خليك معايا. بعد اذنك الرد معايا. انا بس رد لا يا كابتن سيف قبل يا كابتن سيف قبل مباراه القمه، لو جبت حضرتك كل سؤال انا بتابع حضرتك قبل مباراه القمه ما كانش حد تحفظ. استاذن حضراتكم بس بالنظام. انا بقول لحضرتك قبل مباراه القمه ملغاه الزمالك بره المنافسه. استاذ علاء حضرتك دلوقتي بتقول على استاذ علاء اجزخانه بيقول مباراه القمه الملغاه. لا مش ملغاه، ده مباراه القمه اللي انسحب فيها النادي الاهلي
والمفروض يتخصم منه 3 نقاط و3 نقاط اخر الموسم، هيبقى انا في المنافسه اجزخانه، رغم كل اللي حصل ده اجزخانه، ورغم تغيير مديرين فنيين ولجنه متواطئه ومفيش صفقات واشكال محتليه وكل المشاكل دي اجزخانه، وانت بتتساعد تحكيميا وتاجيليا ومنظوميا، والرابطه بتنزل قرار وبتنزل عكسه، والخدامين شغالين خدمه لعيونك، وفي 7 أو 8 ماتشات بتتجامل تحكيميا، وكان زمانك اصلا بتنافس على مجموعه الهبوط. كل ده اجزخانه، كل ده اجزخانه، وانت كان المفروض تاخد الدوري ده. المفروض اصلا الدوري ده كان يبقى منتهي. والله العظيم ده بتاعت بيراميدز دي ابطال، ده انت متجامل في 6 ماتشات، ده انت كان زمانك في مجموعه الهبوط. كل هذه المجاملات، ده انت متداس على وشك طول الموسم. ده انتوا عشان تتعادلوا بس مع بيراميدز، عشان ما يكسبكوش بس، تروحوا تجيبوا حكام مرتشاه. بقالك 4 ماتشات بتجيب مرتشين من اوروبا بييجوا ياخدوا الرشوه ويتبعوا بيراميدز. 4 ماتشات فضائح تحكيميه فجه العالم كله بيتكلم عنها. يا اجزخانه، يا اجزخانه يا اخي، مش كده يا اجزخانه. يعني المشكله بتاع الكهرباء كان تجاوز لفظي. طبعا قلنا اجزخانه، والمعلم بوحه الصباح جبنا لكم المعلم بوحه نفسه نمبر 1. مش كارثه كبيره ولا حاجه. تجاوز لفظي؟ فده ما ينفعش يبقى موجود. العقوبه كانت تجاوز قوية. لفظي في حق كولر نفسه ولا المساعد بتاعه ولا؟ لا ده كولر، استنوا بس. لا كان في كولر حاجه. كولر الى الحد تجاوز لفظي بس، يعني مسك كولر قال له يا ابن الترابات تتيت، يعني حاجه مش كبيره. امال ايه اللي كبير؟ والله ايه اللي كبير؟ طبعا احنا طلعنا وقلنا ان الواد قد ترابات تتيت لكولر، فرد عليه محمد رمضان نمبر 1 فقال له ترابات تتيت تيت. فاللعيبه قالت ما خلي بالك ما يقصدش، قال لا انا قاصد، بس حاجه مش كبيره يعني. كابتن نمبر 1 بيقول لك ده حاجه مش، امال ايه الكبير؟ ايه الكبير اللي حصل قبل كده؟ هو بقى قصده يعني. بس طبعا الكابتن سيد ما بيحكيش، او الدكتور سيد انا اسف، ما بيحكيش، فعشان كده جمهور الاهلي بيحبه يعني، عشان هو ماسوني وبيتعامل بماسونيه، وانه الاسرار دي ما تطلعش. الكابتن محمد رمضان نمبر 1 طبعا طلع قال ايه الكبير بقى اللي عمله كهربا، لان ده مش كبير. ايه يعني يشتم المدير الفني يقول له ترابات تتيت؟ هو في بعد كده؟ عارفين اللي بعد كده ايه؟ انه يلسع المدير الفني على قفاه، زي ما كهربا عمل مع موسيماني، وعمل مع الشناوي، وعمل مع الدكتور سيد نفسه. ما هو الواد كهربا بيبدأ بالكبير، فاللي يتدخل بيديله. يعني محمد نمبر 1، استاذ محمد رمضان نمبر 1 بيتدخل، فقام جاي قايل له ترابات تتيت انت كمان، انت هتعمل علينا اخوانجي؟ قال له كده، مش احنا قلنا لكم كده وقتها؟ اهو بيأكدها الاستاذ محمد رمضان نمبر 1. زي ما حصل قبل كده، ادى موسيماني على قفاه، دخل سيد اداله على قفاه، دخل الشناوي خد على قفاه. الواد علم على افيان الكل الحقيقه يعني، الواد كهربا. حضرتك تطلب ان هو ما يكملش؟ يعني كان لازم. انا دايما الظروف هي اللي خدمتني ان اول واحد يخطأ خطأ واضح صريح لازم العقوبه تكون صارمه. حتى لو حضرتك ما كنتش موجود في الواقعه دي؟ انت سمعت الواقعه ولا حضرتك كنت موجود فيها؟ لا انا موجود فيها، شايفها. كنت شايفها قدامك؟ طبعا. شايفها، وطلني منها حاجه يعني مش. يعني ايه طلق؟ يعني هو بيتلفظ فجيت. يعني ايه طلق؟ قال لي ترابات تتيتك انت كمان. قلت له انت ايه اللي بتقوله دوت؟ ف اللعيبه راحت دافعت عنه، قال له ما يقصدش. قلت طب خلاص اعدي الموضوع وبعدين نتكلم. فراح قال مثلا لا انا اقصد. جاحد الواد كان. يعني العيال اللعيبه يعني بتحاول تخف الامور يعني ما يقصدش. قال له لا انا قصد. اصرار بقى، ده تعمد هنا. طب خلاص بقى اعرفك الصح ايه بس. ولسه مكملين معاكم في كوميديا بقى، تعال نضحك شويه. ظهر الاهلي. طبعا بنتناول مباراه الاهلي وبتروجيت، وقلنا اننا امام 6 مباريات فات منهم مباراه. اتكلمنا عن كل الامور الفنيه، اتكلمنا عن ايجابيات، اتكلمنا عن سلبيات. لدينا رساله فقط لا غير نرسلها الى لجنه الحكام ولجنه التحكيم، ونتمنى يكون هذه الرساله مسموعه. ليه؟ مسموعه حبيبي. دايما بنقول خد بالك من بعض الامور اللي ممكن تعيق الحكم عن تأدية وظيفته بشكل سليم. حلو. ايه الامور دي؟ لما تكون جايب حكم في مباراه في الدور الاول
لما تكرر نفس القصه اللي في فريقين في الدور الثاني وتجيب نفس الحكم، اعتقد ده امر عليه علامات استفهام. وهنا مش بتكلم عن حكم الساحه، يعني هنا يا رب مشاكل من النوع ده يا رب. العيال معترضه ان هم جايبين لهم حكم اسمه محمد الشناوي على الفار، كان موجود في مباراه الذهاب قدام بتروجيت. طب هو الراجل عمل حاجه؟ لا. بس ازاي يبقى موجود في مباراه الذهاب وموجود؟ يبقى قمه القسوه الحقيقه في حق النادي الاهلي. مش مثلا يتذبح ويتلغي له جون زي الزمالك في مباراه المصري، او انه مثلا يكسب 6 ماتشات بالتحكيم، او يتعادل، حتى بيتعادلوا بالتحكيم. لا، قمه الجحود اللي بيحصل في حق النادي الاهلي انه الحكم كان موجود في مباراه الذهاب. يعني جيبوا ليه في ماتش العوده؟ ايه الافتراء ده؟ انا بتكلم عن حكم تقنيه الفيديو. في مباراه الاهلي وبتروجيت في الدور الاول كان حكم الساحه الكابتن عبد العزيز السيد، وحكم تقنيه الفيديو الحكم محمد الشناوي. تخيل 3 مباريات هذا الموسم يديرهم محمد الشناوي حكم تقنيه فيديو للنادي الاهلي، منهم مباراتين في الدوري فقط، هو الاهلي وبتروجيت دور اول والاهلي وبتروجيت دور ثاني. طب ليه؟ مجرد سؤال بس، ليه؟ ليه محمد ليه الافتراء ده يا كفره؟ دير 3 ماتشات على تقنية طب عمل حاجة؟ طب حضرتك في أي حالات ولا حاجة؟ عمل لك أي حاجة؟ عمل زي الفاجر اللي اسمه أمين عمر مثلا، الأهلاوي الفاجر؟ لا ما عملش حاجة. بس ليه يا كفرة؟ الشناوي بيتكرر ما بين الدور الأول والدور الثاني لنفس الفريقين. فهنا الرسالة تاني بنوصلها للجنة الحكام، لأن كلنا عاوزين نساعد الحكام وعاوزين نساعد لجنة الحكام، لأن أعتقد النادي الأهلي بشهادة الكل وعلى رأسهم رابطة الأندية التي تدير المسابقة كان يبحث دائما وأبدا عن العدالة والشفافية والنزاهة. شفتوا فيلم واحدة بواحدة بتاع الفنكوش؟ العدالة والشرف فوق كل شيء. كان اسمه ايه عادل إمام في الفيلم؟ صلاح فؤاد. أنا دايما مبدئي العدالة والشرف فوق كل شيء. النادي الأهلي دايما يبحث عن العدالة والنزاهة والشفافية. الله. أتمنى الرسالة تكون وصلت للجنة الحكام. وانا والله اتمنى، يعني انا اتمنى زيك، لان الموضوع بصراحه انت كمان يا قطه بتتمني زيه. غريب جدا. القصه كمان ان يا جماعه هو الاهلي في الفتره الاخيره لعب كام مباراه محليه. انا بقيت احس ان كابتن محمد الشناوي على الفار بيتحط مع تشكيل الاهلي، يعني في تشكيل الاهلي. استنى والنبي. كده بتقول في 2 شناوي، محمد الشناوي حارس مرمى ومحمد الشناوي على الفار. والله لو معاه الموسيقى اللي بتاعت انت بتاعت النكت دي كنت شغلتها لك. يا خفة الدم دي. 2 شناوي، واحد على حراسة المرمى، واحد قصدك يعني يا رب مشاكل من النوع ده يا رب. لكن هذا محمد الشناوي الاخر يعني مش بقى بيلعب مع الاهلي، ده دايما قراراته عليها تحفظ كبير جدا، لان في مباراه طلائع الجيش في كاس الرابطه او كاس عاصمه مصر ايضا كان موجود محمد الشناوي مع محمود ناجي على الفار. فانا مش عارف يعني هو من قله الماتشات ولا هي قصه مع الاهلي ولا هو احنا بنحب نديله مباريات. طب ما احنا كان عندنا الدور الاول. طب عمل ايه يا حاج؟ طب في قرارات غلط ولا حاجه يا استاذ؟ طب انتوا جايبين الحاجات دي ليه؟ طب حصل ايه في ال3 ماتشات بتروجيت ذهاب وعوده وماتش طلائع الجيش اللي في كاس عاصمه مصر؟ ايه اللي حصل؟ خلينا لا نبكي على اللبن المسكوب. خلاص مستر كولر العظيم اللي اصابه الفيروس بتاع السنه الثالثه اللي بيجي لكل المدربين عندنا عندما يحققون البطولات ويتحولوا الى رموز شعبيه، ما اعرفش بيحصل لهم ايه، بيبتدوا يخافوا على القابهم. انا ما شفتوش كان بيلعب بهذا التحفظ في السنين الاولانيه. غادر مرفوع الراس موفور الكرامه، يحظى بالاحترام والحب من اللاعبين والاداره والاعضاء والجماهير. الله. مرفوع الراس ده لو كان رفع راسه كانت الازايز طيرتها. مرفوع الراس ايه ده؟ الصوره لفت صحف اوروبا عنده. مرفوع الراس يا عدلي بقى، عدلي مرفوع الراس ايه ومحب ايه وجمهور ايه واعضاء ايه واداره ايه
يعني غضب المحب معاه ما تجيش منك انت. بقت غضب المحب دلوقتي. بس حلو والله، عجبني المصطلح يعني اللي حصل والازايز اللي اترمت والحاجات دي ده غضب المحب. طب غضب المحب ايه؟ طب بصلة المحب خروف، غضب المحب ايه؟ معزة. يا كولر بقى يا عم، ايه اللي انت يعني هي كده يا يعني كده. في الاخر وصلت كده، وبعدين معاك يا كولر، مش انت اللي تعمل كده. فاهمني؟ وبعدين معاك بقى كولر، طب خد دي. ايه ده غضب المحب بس. انما خلاص. لما كابتن شوبير في قناه النادي الاهلي ويقسم بالله ان ده مش جمهور الاهلي، انت عايز ايه تاني بعد كده؟ وانت عينك يعني عايز ايه من شوبير بيشتغل يعني مش يقول. ده طبعا الاستاذ محمد الجبالي على قناة الشمس مع الكابتن مجدي عبد الغني، وحديث يعني عن قسم شوبير ان اللي حدف الازايز دي مش جمهور الاهلي، وطبعا كلنا شفنا الفيديوهات. الحق يا كابتن بيتكلم مش هينفع، يعني مش هينفع، هو مش هينفع. انت بتتكلم مجدي عبد الغني بيقول مش هينفع اقول الحق. الجبالي يقول له يعني يقول الحق يا كابتن، لا مش هينفع والله. قال لا، امال ايه اللي هينفع؟ يعني يا كابتن يا عم بالراحه بس، هو ابسط حاجه يا عم جلالي بعد اذن حضرتك، انا النهارده قاعد في قناه النادي الاهلي ورايا شعار النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيتفرج عليا، انت عايزني اعمل ايه؟ هتأذن على جمهور النادي الاهلي؟ هو كويس، ما انا طالما قبلت ان انا اقعد في قناه النادي الاهلي يبقى لازم ابقى في ظهر النادي الاهلي في يا نهار اسود على الاعتراف. ده مجدي عبد الغني كابتن ونجم النادي الاهلي بيقول له مش هيقول الحق ليه؟ مبرر مجدي عبد الغني ايه؟ اصله قاعد في قناه النادي الاهلي ووراه شعار النادي الاهلي، عشان كده ما بيقولش الحق. نادي التدليس ونادي الكذب ونادي كل مجدي عبد الغني قصده كده، يعني هيقول الحق ازاي؟ وده ابن الاهلي. اللي بعده اسال حاجه بقى في جزئيه لها علاقه باللعيبه نفسها. غرمت كهربا مليون وغرمت امام عاشور مليون، هل ده كان من وجهه نظرك كان قرار لازم يتعمل مع امام عاشور؟ لان حصل تجاوز في اوضه اللبس وده مرفوض، وخدت قرار بعديها ممنوع اي لعيبه تتكلم مع بعض بعد الماتش. كان برضه حصل مع المدير الفني ولا حصل مع الشناوي؟ الشناوي وامام. والشناوي زي ما قلنا انه راح قال لامام، هو كان الشناوي بيعاتبه على الفرصه اللي هو ضيعها، فقال له انت هتعمل عليها كابتن، الكلام اللي احنا قلناه، وبيطلعوا يكذبوا. هو فعلا كان متضايق ان هو بيتبدل او بيتغير في اليوم ده او بعد المباراه حاجه شبه كده. هو الشناوي ككابتن فرقه طلع بيلوم اللعيبه وهو من ضمن اللعيبه. احنا ما كناش رجاله النهارده، احنا كذا يعني بيتكلم على اللعيبه رغم ان كنا كسبانين، لان فعلا كان فرقه تقدر تكسبها سكور كبير. صحيح. وفجاه في نص ساعه تقريبا كسبان 3-0 وفجاه بقى الماتش 4-2 ولسه هنلعب في المجموعه وهنكمل بره، فكان طبيعي انه يتكلم بالشكل ده عادي يعني. فامام اعترض بشكل رد فعل اعنف بكتير من اللي قاله الشناوي، فما كانش مقبول انه يرد بالشكل ده انا بقى اللي خدت القرار سمعا، يعني ما كنتش موجود جوه الحدث. سمعا. فدخلت طبعا امام قال تيت وتربت تيت وكل الكلام اللي احنا قلناه، وطلع محمد رمضان المدير الرياضي هو اللي بيثبته، وكانوا بيطلعوا هم يقولوا لا وما حصلش. امال المليون جنيه ليه؟ ده حصلت بس ايه، حاجات بسيطه. ده اللي حاصل. انا بسعد دايما بوجودي مع حضراتكم. السلام عليكم.